يعني ايه المحكمة الدستورية العليا؟ وايه اصلا دورها؟ وازاي القانون ممكن يتقال عليه غير دستوري او دستوري؟ وانا قررت اتكلم في الموضوع ده مش عشان اكون في صف حد او ضد حد، لكن لان الجدل احيانا بيفتح باب للفهم. بمناسبة الجدل الكبير حوالين مشروع قانون الإيجار القديم واللي لجنة الإسكان في مجلس النواب وافقت عليه وتمت إحالته للجلسة العامة لمناقشته يوم 29/6 القادم، بدأت توصلني تساؤلات محترمة من حضراتكم جدا بتسأل يعني إيه المحكمة الدستورية العليا؟ وإيه أصلا دورها؟ وإزاي القانون ممكن يتقال عليه غير دستوري أو دستوري؟ والحقيقة إن السؤال ده مهم جدا والوقت مناسب جدا إن نجاوب عليه ببساطة وبوضوح، لأننا بنعيش لحظة قانونية حساسة، في مشروع قانون بيتناقش وفي جدل كبير حوالين مدى دستوريته. عشان كده دي فرصة اننا نفهم ونشرح ونعرف امتى القانون فعلا يتقال عليه غير دستوري، وازاي ده بيتم من خلال جهة قضائية عليا ومستقلة تماما. وانا قررت اتكلم في الموضوع ده مش عشان اكون في صف حد او ضد حد، لكن لان الجدل احيانا بيفتح باب للفهم، وده دورنا كمحامين، مش اننا نعلق او نتبنى وجهة نظر معينة، لكن دورنا المجتمعي اكبر من كده بكتير. دورنا اننا نحاول نوصل المعلومة القانونية بشكل حيادي وبلغة بسيطة يفهمها كل الناس. خلونا في البداية نعرف المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية العليا هي اعلى جهة قضائية مستقلة في مصر، وانشئت بموجب القانون رقم 48 لسنة 79، ومهمتها الاساسية الفصل في مدى توافق القوانين واللوائح مع الدستور. يعني لو صدر قانون او نص تشريعي واتقال انه بيخالف ماده من مواد الدستور، المحكمه الدستوريه العليا هي الجهه الوحيده في مصر اللي من حقها تقول هل النص ده غير دستوري فبيتم ايقافه فورا، او تقول لا النص ده سليم ومطابق للدستور. تاني حاجه هنتكلم عنها اختصاصات المحكمه الدستوريه العليا طبقا للقانون المنظم لها. في الماده 25 من قانون المحكمه الدستوريه قال بوضوح ان المحكمه الدستوريه تختص بمجموعه اختصاصات، وهي رقم 1 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ودي أهم وأشهر اختصاص للمحكمة. يعني أي نص قانوني أو لائحي يتم الطعن عليه فده بيكون أمام المحكمة الدستورية العليا ومن اختصاصها، ولو تم عرض نص أو قانون معين والمحكمة حكمت ببطلانه فبيتوقف العمل به فورا في اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية أو كما يذكر منطوق حكم المحكمة. تاني حاجة ومن أهم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا الفصل في تنازع الاختصاص. يعني لو تعرض الدعوة على جهتين قضائيتين وكل جهة منهم قالت إنها مش المختصة، فالمحكمة الدستورية هي اللي بتفصل في النزاع ده وبتحدد مين الجهة المختصة اللي لازم تنظر الدعوة. ثالث اختصاص من اختصاصات المحكمة الدستورية العليا الفصل في تناقض الأحكام النهائية. في بعض الأحيان بيصدر حكم نهائي من محكمة وحكم نهائي تاني من محكمة أخرى، والاتنين متناقضين وما ينفعش يتنفذوا مع بعض. المحكمة الدستورية هنا هي اللي في الحالة دي بتتدخل وتفصل في النزاع وتحدد أي حكم فيهم هو اللي هيتم تنفيذه. رابع اختصاص الحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الدولية المخالفة للدستور. فلو صدر حكم دولي أو قرار من جهة خارجية ضد مصر ورئيس الوزراء شاف إن الحكم ده بيخالف الدستور أو بيمس بسيادة الدولة، فمن حقه هنا انه يطلب من المحكمة الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بهذا الحكم من اي جهة خارج مصر. وفي النهاية انا بقدم لحضراتكم المعلومة دي باجتهادي وفهم القانون، وربنا هو الاعلم قد ايه اني ببحث وبدور وبتعب عشان ارجع لكل مصدر ممكن ارجع له. وصدقا انا شخصيا بستفيد من كل محتوى بجهزه ليكم. ساعات وانا براجع الاقي نفسي بتعلم معلومة كنت ناسيها او اكتشف نقطة قانونية معينة ما كنتش واخد بالي منها. وانا بدعو حضراتكم لو حد شايف ان في نقطة محتاجة توضيح في الكلام اللي حضرتك سمعته ده في الفيديو اللي قدمناه لحضراتكم، او اضافة مفيدة، او عندك وجهة نظر قانونية تانية في اي معلومة قدمتها، شاركنا في التعليقات لاننا بنتعلم من بعض وبنكمل بعض. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن طرق الطعن على القوانين قدام المحكمة الدستورية العليا ومين اللي يقدر يعمل ده وبأي طريقة. وفي الختام أسأل المولى عز وجل إن بلدنا تفضل دايما في أمان، وإننا نفضل نختلف بعقل ونتكلم باحترام ونتعلم بمحبة، وكل واحد فينا يحاول يبني مش يهدم، يفهم مش يهاجم، وفي أمان الله.